السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد من نهار جديد من أيام شهر رمضان المبارك. بالنسبة اليوم كاين واحد الخبر اللي مزلزل من الكاف، وكذلك عندي واحد الخبر اللي عنده علاقة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي والأحداث اللي وقعت، وكذلك غادي نناقشوا الاجتماع ديال يوم امس. كيف ما عرفتوا يوم امس كان الاجتماع اللي كنت انا تحدثت فيه في الصباح، تقريبا في الساعات الاولى ديال هذا الاجتماع هذا، وكنت خبرت على انه الجامعه غادي تناقش مجموعه من القضايا، منها الاحداث اللي وقعت ديال الجيش الملكي والنادي الاهلي، الاحداث ديال الجماهير، وكذلك الموضوع ديال الاستئناف ديال الطعن ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، المباراه اللي لعبها المنتخب المغربي مع المنتخب السنغالي والعقوبات اللي ترتبت عليها. كذلك كان الحديث على شكون هو البديل ديال وليد الركراكي، لانه ثبت مؤخرا ان وليد الركراكي قدم الاستقاله ديالو، الجامعه قبلت الاستقاله ديالو، الا انه مازال ما تمش او ما تحسمش شكون هو هذا الناخب الوطني او الناخب الاجنبي اللي غادي يكون. بالنسبه للناخب الاجنبي كانت هناك الحديث مع شافي هرنانديز، يمكن طلب مبالغ خياليه، مجموعه من المدربين الاجانب، ولكن الكل وكاين واحد الاجماع بالنسبه للكروي كي كنقولوا على انه خاص يكون واحد المدرب وطني لقياده الاسود. كاين طارق السكيتيوي اللي تحدثنا عليه اكثر من مره، والتجربه والخبره ديالو كتخول له انه ان شاء الله يقود الاسود. كذلك كاين واحد الاسم اللي طفى على السطح يوم امس اللي الكل كيتحدث عليه، الصحافه حتى العالميه انها كتهضر على ممكن الخليفه، وكاينين صحف اللي مأكدين على انه محمد وهبي هو اللي غادي يكون مدرب المنتخب الوطني. انا اللي كنقول صراحه الراي ديالي الى تم الاختيار ديال المدرب الوطني، انا كنعتبر طارق السكيتيوي هو الاجدر، على اعتبار انه حاليا بدون منصب، وكذلك انه مؤخرا في هذه السنه ديال 2025 خدا كؤوس مع الفرق الوطنيه، مع في الشان، وكذلك مع البطوله العربيه، وكذلك الى رجعنا مع المنتخب الاولمبي، وكذلك حتى مع نهضه بركان في الكونفدراليه، عنده كؤوس. محمد وهبي كذلك صراحه واحد المدرب من العيار الثقيل، ولكن انا كنرجح بما انه محمد وهبي تعطات له مؤخرا قياده الاولمبي، فبالاحرى او بالاجدر انه طارق السكيتيوي هو يكون القائد ديال المنتخب الوطني، في انتظار ان شاء الله التاكيد او النفي في الايام القليله المقبله، لانه داير لنا احنا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم داير لنا واحد السسبانس، داير لنا واحد المسلسل من المسلسلات الرمضانيه اللي الجمهور المغربي كيتبع، وكذلك جايب لنا حتى السكار، لان الناس كيتبعوا في كل لحظه وكل حين وكل دقيقه كيتبعوا الاخبار ديال المنتخب، ما كاينش شي جديد. الجامعه حطت راسها في واحد الموقف بحال الا كنقولوا محرج، مساله سهله انها تخرج وتقول صافي راه وليد الركراكي راه قدم الاستقاله ديالو، لان مجموعه من الناس الشارع الكروي المغربي ما باغينش وليد الركراكي، فبالتالي خصهم يخرجوا ويقولوا انه وليد الركراكي راه غادي يغادر عاري الاسود، وغادي يتم الاستبدال ديالو باطار وطني او اطار اجنبي او اللي كان. المهم يقولوا بانه لان المغاربه كلهم محتارين حاليا، لان قرب المونديال ما بقات له الا 3 شهور، وكاينه المباراه الوديه اللي غادي تلعب في شهر مارس، فشكون اللي غادي يقود الاسود؟ في انتظار ان شاء الله الخبر اليقين من الجامعه او مصدر رسمي اللي غادي ياكد لنا شكون هو الاطار الوطني، لانه غادي يكون يا اما طارق السكيتيوي، انا اللي كنرجحوه قلتها اكثر من مره، ولا محمد وهبي ممكن هو اللي غادي يكون، وكلاهما ان شاء الله اللي غادي يعطي واحد الاضافه للمنتخب الوطني مرحب به، لانهم بجوجهم عندهم اخلاق مزيانه، اخلاق عاليه، عندهم تاريخ في كره القدم بالنسبه لطارق السكيتيوي، ولا كذلك بالنسبه للتدريب اللي كان في الاندرليخت البلجيكي محمد وهبي اللي قدا معاه 17 سنه في التدريب او في الاداره ديال الاندرليخت، بجوجهم عندهم من الامكانيات اللي كيخولهم ان شاء الله يمشيو بعيد في هذا ان شاء الله في هذا كاس العالم، او يمشيو بعيد مع المنتخب المغربي. بالنسبه للموضوع الثاني اللي قلت غادي نتحدث فيه، وهو الكاف في مأزق ومأزق كبير بالنسبه لكاس افريقيا ديال 2027 اللي غادي تقام في كينيا، اوغندا، تنزانيا. اثبت على انه عدم الجاهزيه ديال هذه الدول، هما 3 ديال الدول مجتمعات ما عندهمش 6 ديال الملاعب، مجتمعات ما عندهمش 6 أو 7 ديال الفنادق
مجتمعات يعني بثلاثه بهم ما عندهمش. فبالتالي غادي تشوف واحد الفرق كبير وكبير بزاف ما بين التجهيزات اللي كاينه في المغرب، لا من ناحيه ديال اللوجيستيك، لا من ناحيه ديال الفنادق ولا البنيه التحتيه ولا الملاعب ولا ملاعب التدريب، اللي كانت خرجت واحد الانتقادات وكانوا كيديروا واحد المقارنات ما بين الملاعب في المغرب او ما بين الملاعب في واحد البلد الجار يعني. فلا مجال للمقارنه، هما ثلاثه ديال الدول مجموعين باش ينظموا كاس افريقيا ما قدوش ينظموه. خرجت واحد اللجنه كدير التقرير ديالها، اللجنه اول مره خرجت دارت التقرير ديالها بلغات موتسيبي على انهم ما جاهزينش. قالوا غادي تخرج اللجنه الثانيه الا كتطفوا على الصفح على السطح عفوا. كينيا قالت ما جهزاش على اعتبار ان كينيا في هذاك الفتره اللي غادي تنظم فيها كاس افريقيا غادي تكون عندها انتخابات رئاسيه، وكيف ما كتعرفوا نتوما الانتخابات الرئاسيه كي كتكون في افريقيا يعني راه ممكن تكون مشاكل في البلد. فبالتالي ان الكاف راها في واحد المأزق ومأزق كبير. شكون هو البديل؟ لان حتى دوله ما قالت انني نقدر يعني تقدر تنظموا. محرجه الكاف انها تطلب من المغرب انه يولي يعاود ينظم 2027. انا بالنسبه لي كرأي، الا سولتوني على الرأي ديالي نقول لكم لما لا ننظموه. لان الا شفنا او كان عندنا واحد التفكير ديال البيزنس انه غادي يجيب لنا عاوتاني اموال، غادي نربحوا من هذاك الكاس اموال، واخا ما نديوش الكاس راه غادي نربحوا منه الاموال. راه كاين الاموال ديال الاشهارات، كاين التذاكر، كاين يعني الوفود اللي كتجي للفنادق، يعني الجماهير اللي كتجي للفنادق، يعني راه كتخلق عندك واحد الحركه اقتصاديه يعني راه لا يستهان بها. فبالنسبه اللي كيشوفها من المنظور التجاري انها تقام في المغرب، انا كنقول مع تقام كاس افريقيا في المغرب، رغم ان بعض الناس كيقولوا واش حنا اللي خديناه من كاس افريقيا اللي فات غادي ناخذوه زعما من كاس افريقيا الجايه. لا، ممكن تاخذ يعني راه كتربح تجاريا، يعني راه كتربح من الكاس واخا كتنظموا في بلادك يعني راه واخا ما تديهش. فبالتالي انا مع هذه الفكره، ولكن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم متريته في هذا الموضوع حتى يشوفوا شنو يعني ممكن الضمانات، وغادي تكون احسن نسخه غادي تكون داز قبل يعني اكثر من هذه النسخه ديال 2025، على اعتبار انها ممكن تكون في الفتره ديال الصيف. يعني الجو غادي يكون دافي يعني في شهر 5 او شهر 6 الا تلعبات في هذيك الفتره غادي تكون من احسن الكؤوس اللي غادي تدوز في التاريخ ديال كره القدم الافريقيه ان شاء الله. بالنسبه للموضوع اللي قلت ما بين يعني المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي، كيف ما عرفتوا يعني ان الجامعه استأنفت ودارت الطعن في هذه العقوبات اللي نزلت على الجامعه بالنسبه للمنتخب المغربي، وكذلك دارت الطعن على العقوبات اللي نزلت على المنتخب السنغالي لانها عقوبات خفيفه بالمقارنه مع العقوبات ديال المغرب، لانهم سواونا حنا بجوج يعني ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي حطونا في نفس الكفه. مع العلم ان يعني الاحداث الشغب والانسحاب اللي كان من طرف المنتخب السنغالي، المغرب لا علاقه له يعني المنتخب المغربي ما عندوش شي علاقه بهذا الانسحاب ولا بالاحداث اللي وقعت في المدرجات. فبالتالي الجامعه الملكيه دارت واحد الطعن في هذا الملف هذا اللي ناقشته يوم امس في الاجتماع ديالها. المشكل انا اللي كنقول ان المشكل انه اعمق بكثير من يعني كي كنقولوا ماشي غير مساله كرويه، يا راه مساله سياسيه بامتياز. لانه كيف ما شفنا لا المنتخب السنغالي ولا المسؤولين السنغاليين ولا كذلك وزير الاول اللي صرح مؤخرا الا شفتوا التصريحات ديالو على حساب الكره وعلى انهم كيحاولوا باش يخرجوا المشجعين ديالهم من السجن لان صدرات في حقهم عقوبات كتراوح ما بين 3 ديال الاشهر الى سنه وغرامات ماليه. فبالتالي كاين محاولات يعني للتشويش او للضغط على المغرب على اساس انه يعني هذه العقوبات اللي نزلت عليهم يا اما عقوبات ماشي نازهه يا اما عقوبات ثقيله ما كانش خصها تصدر في حقهم. وكذلك شفنا حتى الاستفزازات ديالهم يعني القنوات ديالهم، احدى القنوات اللي نشرت الخريطه ديال المغرب مبصوره اللي دارت العالم ديال البوليزاريو اللي مشاو كيستفزوا المغاربه اللي عندهم المطاعم، كذلك اللي داروا واحد الاحداث يعني لا اخلاقيه ولا رياضيه وكيستفزوا بها المملكه المغربيه. حنا العلاقات ديالنا السياسيه او الدبلوماسيه يعني او الاقتصاديه بالاحرى مع
مع السينغال. تقريبا راه الصادرات اللي عندنا معاهم تقريبا 1% من المجموع ديال الصادرات اللي كيصدر المغرب لدول العالم. حنا عندنا العلاقات مع الدول الاوروبيه راه كنصدروا لها اكثر، مع دول الخليج كنصدروا لهم حتى هما، يعني مع افريقيا او بالخصوص مع السينغال تقريبا 400 ما بين 400 حتى 500 مليون دولار ديال الصادرات. يعني السينغال راه ما تاثرناش حنا على الاقتصاد ديالنا، ولكن يعني حنا يعني كنصدروا لهم، هما مستافدين من عندنا حقيقه. كنقولوا 400 او 500 مليون دولار، ولكن راه هما مستافدين. من غادي يجيبوا لا الفواكه ولا الخضر ولا الفوسفات؟ كتعرفوا يعني الاستثمارات القويه اللي داير المغرب في السينغال راه في الابناك، قطاع الابناك. ما عندهمش هما خبره في قطاع الابناك، ما عندهمش هما خبره في التامين، الاتصالات، الفوسفات. يعني اكبر واقوى الشركات المغربيه متواجدين في السينغال. يعني احنا دايرين فيهم الخير، يعني راه ما عندهم هما والو، يعني هما عندهم هما منين غادي يشدونا. يعني حنايا راه كاينين اسواق وحده اخرى اللي نقدروا نديو لها. وهذا الشيء اللي كيبين على الحكمه ديال المغرب في التنويع ديال الشراكات، لان المغرب الحمد لله منوع كثير من الشراكات ديالو، لانه عارف وعالم علم اليقين على انه غادي تجي لحظات مع بعض الدول، لان كيقول لك اختار من الصديق ديالك ماشي من العدو ديالك. لان حنا في المغرب كنعرفوا العداء ديال الجزائر او مثلا نقولوا جنوب افريقيا او واضحين، ولكن الصديق يعني خصك تحتار منه. واللي غادي نقولوا وقيله انا واحد الحاجه اللي غادي نختم بها، المفتاح ديال المغرب لا في الاقتصاد ولا في السياسه ولا في الكره هو الصحراء المغربيه. وان شاء الله القرب ديال الانفراج هذا الملف هذا غادي تشاهدوا، وغادي غادي تاكدوا على هذا الكلام هذا ديالي، على انه غادي يكون الحداد في افريقيا. القرب ديال الحكم الذاتي في المملكه المغربيه الشريفه الصحراء المغربيه غادي يكون بمثابه حداد في افريقيا، لان هذا الملف هذا هو اللي خلق المشكل للمغرب. خلق له مشكل لان كاين اللي كيبغي يبتز، كاين اللي كيبغي كي كنقولوا تيك ادفانتاج. يعني كاين يعني مجموعه من الاشياء اللي كدار اللي حنا كمواطنين او كناس يعني عاديين راه ما كنشوفوهاش. يعني كنشوفوا حنا المسائل العامه، ولكن في العمق ديال العلاقات راه يعني الصحراء المغربيه راه هي اللي خلقه بعض المشاكل المغرب من طرف بعض، لا الاصدقاء ولا الخصوم. ولكن الحمد لله ان شاء الله القرب ديال الانفراج ديالها ترقب ان شاء الله النهايه والتنفيذ ديال الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه، اللي غادي يكون بمثابه اعلان الحداد في القاره الافريقيه. لان الناس اللي كتقتات من هذا الملف هذا ما غاديش يبقى عندها يعني منين غادي ان شاء الله غادي تقتات. في انتظار ان شاء الله الفيديو قادم اللي انا موجد واحد الفيديوهات اللي غادي تكون ساره وساره لكم ان شاء الله. كنتمنى لكم يوم سعيد بصحه فطوركم، وما تنساونيش بالاشتراكات ديالكم ولايك وشير مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.